نساء رجال ولا باس، ولو بالسنة مرة بالست أشهر مرة كذا. مجلس صغير تخلي ببيتك بركة لأولادك وخلي يتربون تربية طيبة. أنا والله يعني شاهدت بهالمرة واللي قبلها، شفت ناس يعني خيرين وملتزمين، مانشستر وبلندن، شفت ناس ملتزمين وأولادهم طيبين. أنا قبل ذاك يمكن ذاك الأحد كنت مدعو في مكان عند أحد المؤمنين، وشفتهم محتفلين بالبنية عندهم عمرها 9 سنين صاير، محجبينها، عرفت مولانا؟ محجبينها للبنية، عرفت مولانا؟ يعني هذا ومحتفلين بها. أنا هو فرحت في داخلي، اي والله، ودعيت قلت اللهم استرها وبارك بها وارزقها زوجا صالحا وذرية صالحة ومستقبلا طيبا واجعلها من أهل الجنة. هاي في داخلي أنا ما قلت لها بس أسألك يعني دلالة شنو؟ أكو التزام. يعني صار 9 سنوات بنية تتحجب وشكل، بعد لا تبدي زينتها إلى الأجنبي إلى الغريب، وهكذا كن يصير فرد التزام. واكو قضايا أخرى ولما الناس المؤمن إن شاء الله ينتبهون إلها. وأقدر أقول لكم في بعض المناطق الأخرى يعني أكو انفلات، لكن هنا أشوف أني عندكم إن شاء الله أكو التزام. وأسأل الله تعالى يوفقكم ويدير بالكم على هالأولاد والأطفال وربوهم تربية حسينية. لا تخلوا أولادك بنيتك ما يدرون عن الحسين، ما يدرون عن أهل البيت. ربي تربية حسينية، خلي يبكي على الحسين، يحضر مآتم الحسين، يقدر المجالس الحسينية، يضحي من أجل الحسين سلام الله عليه. شدوا أنفسكم بالحسين أبا عبد الله. وأي برنامج ديني سنامه وشرفه ونوره رثاء الحسين وذكر الحسين سلام. أي برنامج ديني، كل برنامج ديني يكون بين الإمام الحسين. أنا حضرت برامج دينية ما بها ذكر الحسين، وقلت لهم إن برامجكم هذه فارغة المحتوى. حتى في مجمع علمي كانوا مؤتمر كبير في مكان كذا وحضر به من البخرة، وحضر به ناس آخرون من طوائف أخرى. وأنا قلت هذا ما فارغ المحتوى هذا المؤتمر. قالوا سيدنا، قلت لهم فارغ المحتوى وثوبه غير قشيف، لباسه غير قشيف، ثوب هل هذا. قالوا سيدنا قوم اكسي جزاك الله خير. عاد أنا قمت وقفت على المنصة قلت قال علي بن محمد الهادي سلام الله عليه خير من الخير فاعله وأجمل من الجميل قائله. الله، أنا قلت هالكلمات هسه مجرد نفتح المجال ذولا فرد قراء قرآن مصريين وغيرهم، فذولا أخذوا يكبرون الكلام. الله الله الله، هذا كلام الإمام علي الهادي، أعده يا سيد. يعني الإنسان هم يئنس لما يلقي كلام على مسامع ناس مهذبة، هذولا فاهمة وعارفة. على كل حال يا عزيزي، وأجلت قصيدة السيد حيدر الحلي في شجاعة وإباء الحسين، فانقلب المجلس إلى بكاء، حتى قام أحد البغرة قال هذا الكلام اللي أنت تكلمت به يا سيد أكل ما قيل وشرب في هذا الكلام، وهو الحقيقة اللي يبني أسس الدين ويخليني أنا وأمثالي نبحث شلون نوصل للعلاقة بالحسين سلام الله عليه.
علاقة بالحسين يعني مو مجرد كلام. فأريد أقول لكم أخواني شباب أعزائي أحبائي وبعدين أقول للناصحين وللمرشدين وللوعاظ والأخوة الكذا لما نصل المنابر بالمجتمع ماكو داعي يتكلم بعض الكلمات مثل بعضهم كما أشوف هذا هذا مو يعني الحسين ما قال الحسين ما قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، وإنما هذا كلام شاعر. والحسين أنت شلتك لي هالكلام. الحسين سلام الله هذا لما عبر الشاعر عن شعور وعن كلام الإمام الحسين سلام الله عليه، تعبير طيب وعقائدي ويخلي الإنسان يندفع وشكل لخدمة دينه وكذا. أنت ليش تفنته وتقلل أهميته وتخلي بعض الشباب يشككون كذا وتعاون من يريد أن ينسف الحقيقة هذا مو المشكك بها؟ فماكو داعي إلى هذا الموضوع. أنا في مرة أقرأت في مجلس لكن أحد العلماء كان قاعد تكلمت عن علي الأكبر وبعدين أم ليلى نعت عليه ضج المجلس بالبكاء والنحي. الثاني لا محزوز لا مرجوز حقيقة فشي خلط من عندي أنا أقول أعترف بها. قلت أكو رواية تقول أن ليلى مو موجودة متوفاة. هو ايش قال لك العم؟ اسكت يا سيد موجودة وسيدة وعليا وهذا المجلس. بعدين قال تعال شنو أنت؟ الناس مندمجة بالبكاء وتبكي على الأكبر بن الحسين وحسرة أمه وكذا. يمكن هذا ما يفهم اللي حاط هالروايات. لا أنا أكد لك موجودة ليلى وحنت وبكت على ولدها. أنا جيت أدت فلسفة وده يروح أفتيهم قارب الكتب. لا ناس دح على فطرتها على محبتها على علاقته. بل صحح صلاته صحح صيامه صحح زكاته صحح حجه صحح علاقته بالولاية ولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدرب شيء مثلا إذا أنا أبيات عن لسان زينب هي زينب قالت لا لكن تعبير تقول له يا سليم. طلعت زينب يوم عاشوراء أنا أقرأها قلبي يتقطع. الناس تبكي على الحسين لسان حال وكو عندنا باللغة لسان حال ولسان مقال ملتفت. هذا اللي يقول كأني بدابتي تكلمني أو كأني بالحائط يحشو وياي هذا لسان حال. عرفت ولا؟ فزينب خرموق قايله الحجان لكن أنا على لساني أقول يا سليم. من طلعت شايطة يا سليل إلا بالهادي خاطب الحسين ابن الخيم مذعورة جيتك يا عزيز أمي الزهرة حرقة وخيمنا ولفيتك. بس انت اخذ الحقيقة صحيح زينب حرقة وخيمة هي ولا حرقة ولا ما حرقة؟ طلعت شاردة ولا راحت للحسين لو ما راحت؟ فالكلام من هنا بهالصورة يا عزيز يا عزيز إلا بالهادي يا عزيز إلا بالهادي ابن الخيم مذعورة جيتك يا عزيز أمي الزهرة حرقة وخيمنا ولفيتك. بالمعد جبريل هزك بالمعد جبريل هزك باللي مذبوح بالحام لقيتك. خويا ما ظل انا بعيني ما ظل انا بعيني بدمع عينك سقيتك. اخويا من العطش غارن عيونك
يا خويا من العطش غارن عيونك، غارن عيونك يا الذي كل طيبة سجيتك. خويا الليل أجلجل علي يا ابو علي يا خويا، خويا الليل أجلجل علي العدا الفرد وبيتك، يا يتك ليالي ظلمة وانا حرمة يا خويا، خويا ليالي ظلمة وانا حرمة، عاد لا تقبل حميتك يا خويا، هاي عند العرب عادة وانا على عادة اعتنيتك. خويا لا تحسبوني خدكم، والله لا تحسبوني خدكم، جل جار لكم وجيت، اي والله لا تحسبوني اخذكم، جل جار لكم وجيتك، جيت جل من الناس حرمة جيتك، جل من الناس جيتك، مهضومة يا خويا ونخيتك. خويا باكر باكر يشيل ضعني يا ابو علي، ويا باكر يشيل ضعني، باكر يشيل ضعني، وجيت اردعني بشنينيتك، الروح ويا الغروب، ويا الغروب نمشي وحدنا يا تودمنا قلبيتك، اي خويا صوتي والله صوتك كان ما ينسمع سمعه، ويا صوتك كان ما ينسمع سمعه، وطولك كان ما ينشاف شافه، طولك كان ما ينشاف شافه، وخذلك كان ما ينداس داسه، يا خويا يا خويا يا خويا طقاني وابويا الفحل شتمه، والله طقاني وابويا الفحل يا شتمه. عندنا بالرواية هاي طبعا رواية بالتاريخ، زينب تقول له للحادي لما وصلوا الكوفة، يا حادي الأضعان أتعرفني من أنا؟ أنا زينب، وأبي كان سلطانا بهذا البلد، الناس يعرفونه. اللي يقول الشاعر على هالأساس، على هالأساس تقول له أسولف لك يا هالحادي لما كنت بالكوفة، وابويا على الخلق سلطان بأيامه المعروفة، من يجبل علينا العيد تحب الواد بجفوفه، يقولوا له نسانا تريد تعيد زينب بهالعيد، تحب منها الجدم والايد، منك نطلب الرخصة تعايدها وترد لينا، وابوي الفحل ما يقبل يخليهن يعيدني، خايف للزلم يعجن من يرحل يشوفني، عقب ذاك الخدر والعز يسمعن عليه زلوني، يا حاد الموت أشواق